تعال اقول لك على بلد لو عديت عليها في يوم واحد بس ممكن ترجع مش فاهم حاجه. بلد اكنك جوه فيلم من القرون الوسطى، جواها حاجات لو شفتها هتحس انك بتمثل. بلد مش زي المانيا وفرنسا، لا دي التشيك، وبالذات براغا العاصمه اللي هي الحلم اللي فيها بقى قانون عادي. جمهورية التشيك موجودة في قلب أوروبا ما بين ألمانيا والنمسا وبولندا وسلوفيكيا. بلد صغيرة شوية وعدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، لكن ورغم صغرها فيها مزيج ما بين أوروبا القديمة والواقع الغريب اللي محدش بيتكلم عنه كتير. جغرافية البلد أغلبها هضاب وتلال، والجو هناك معتدل، وشتاء تلج وصيف دافي جدا من غير ما تحتاج لحر الخليج. بلغة العاصمة مبنية كأنها رواية رومانسية، بيوت بالألوان الباهتة، كباري حجر وتماثيل في كل عمود. زمان التشيك كانت جزء من تشيكوسلوفاكيا ودخلت تحت الحكم السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، وفضلت البلد مقفولة ومترقبة وغمقة. لكن بعد سنة 1989 ومع سقوط الاتحاد السوفيتي قامت الثورة المخملية والبلد انفتحت على الدنيا بسرعة غير متوقعة. وفي سنة 1993 حصل الانفصال ما بين التشيك وسلوفيكيا، وبقت الدولة مستقلة من وقتها. والتشيك قررت تعمل كل حاجة بطريقتها، بلد أوروبية بس مش زي أي دولة أوروبية. براغا مش بس عاصمة التشيك، دي عاصمة الغرابة الرسمية. بتمشي في الشارع تلاقي أبراج كأنها تابعة لمصاصين الدماء، وناس بتعزف موسيقى كلاسيكية جنب رسامين بيبيعوا لوحات عن الحب والموت. بس اللي محدش هيقولهولك إن براغا مش بس فنية، فيها حاجات مش هتشوفها في أي بلد تاني. الدعارة القانونية والمراهنات كمان موجودة، ونوادي خاصة في قلب العاصمة، وفيها متاحف جنس وأدوات تعذيب مفتوحة للعيلة والسياح، أكنك داخل متحف. في شوارع هناك كاملة تعتبر حاجة غريبة جدا واحنا مش متعودين عليها، وأنصحك ما تروحهاش أصلا. في التشيك الدعارة مش بس موجودة، لا دي ليها ضريبة ورخصة، وفي ستات شغالين رسميا وليهم نظام صح بيغطيهم ويكشف عليهم بشكل دوري. الدولة بتعاملهم كأنها مهنة مش جريمة، ودي حاجة غريبة احنا مش متعودين عليها في بلادنا، بس هناك دي حياتهم ودي طبيعتهم. لو رحت براغا هتلاقي كوبري اسمه كوبري تشالس، ده مش بس جسر، ده معرض فني مفتوح، وهتلاقي فيه ساعة براغا الفلكية بتتحرك كل ساعة بطريقتها السحرية. وهتدخل قلعة عمرها 100 سنة تطل منها على مدينة شبه الأسطول. بس لو انت هناك هتشوف وجهين، وجه جميل بيخطف قلبك ووجه تاني بيصدمك. التشيك بلد عادي، دي تجربة، بلد فيها مزيج مش طبيعي ما بين القديم والغرابة، ما بين الفن والحرية، ما بين الحكايات اللي هتقراها والحاجات اللي عمرك ما هتتخيل انها حقيقة. بس كده وكده خلصنا، ويا رب يكون عجبك الفيديو. لو حابب اي فيديو عن اي بلد تاني يا ريت تقولي. سلام عليكم.